انا محمد بركه مؤسس حمله احنا نبنيها. احكي لنا عن الحمله وايه المجهودات اللي انتوا عملتوها في شارع سعد الشربيني. بدايه الحمله بدات من 8 شهور. كل اهدافنا هي اهداف تنمويه، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفيد بالحاجه اللي معانا، مش بس ان احنا بنعمل حملات او بنعمل حملات توعيه او ان احنا بنساعد بالحاجات اللي معانا، لا احنا بنحاول كمان ان احنا نستمر في النجاح اللي احنا نقدر نحققه ان شاء الله. بس فكانت اهدافنا اهم حاجه مش بس ان احنا نعمل حمله، اهم حاجه يعني التكميل بتاعها ان احنا نحافظ على الحاجه اللي احنا عملناها كويسه. طيب هو انا خدت كادر كده لشارع سعد الشربيني، لقيت فيه تغير كامل من النظافه وانتوا شغالين. يعني تعالى نتجول كده ونشوف الشغل اللي انتوا عملتوه وانتوا ماشيين. بتلاقوا قبول من الناس ولا بتلاقوا رفض؟ شوفوا، هو بصراحه الموضوع مش بيكون يعني احنا ما بناخدش اللي هي الدعايه السلبيه او ما نركزش فيها خالص، لان احنا عارفين كويس قوي انك زي ما بتلاقي ناس بتشجع الحاجه الكويسه اللي بتعملها، هتلاقي برضه ناس بتحاول ان هي تكون يعني تديك حاجه سلبيه للحاجه اللي انت بتعملها. فاحنا قدر ما نقدر يعني لما تقدر ان انت تحاول توصل رسالتك عن طريق ناس زي الرسمه اللي قدامك بتاعت النوبه. الناس دي تقريبا ما عادش حد خلاص بيهتم بالثقافه بتاعتنا، وان احنا ان احنا في ناس عايشين احنا مش حاسين بيهم، او ناس في ثقافه ممكن او في مكان ممكن يشجع السياحه بتاعتنا. احنا بنحاول قدر ما نقدر ان احنا نبرز ده، او بنحاول كمان لسه في كذا رسمه ثانيه هتعمل، بنحاول منها ان احنا نبرز الوضع اللي هو الجو الفلاحي او الجو البدوي او الحاجات اللي هي بتاعتنا احنا المصريين. احنا بنعتز باصالتنا وبنحاول ان احنا نظهر ده، وبنحاول كمان ان احنا نظهر الاماكن التاريخيه اللي عندنا زي المكان بتاع ابن لقمان او الحمله اللي هي الفرنسيه على مصر سنه 1250. بنحاول كمان ان احنا نبين ده، ودي حاجه من الحاجات المنشوره، الحاجات اللي احنا انتصار من انتصاراتنا. بنحاول ان احنا نعرف الناس والجيل اللي طالع اللي هو تقريبا ما عندوش فكره عن اللي بيحصل، بنحاول ان احنا نبين له ده. هي الموضوع كله في البدايات ان احنا بنحاول نبين بيها حاجات هي عليها شويه تراث، بنحاول ننظفها ونستمر فيه، ونحاول كمان ان احنا نطور الشغل. طيب المرحله المستقبليه اللي انتوا هتشتغلوا فيها في شوارع معينه عموميه ولا مناطق، ولا هتشتغلوا فين؟ احنا فعلا اشتغلنا في مناطق، اشتغلنا في المشايه مع حي غرب، واشتغلنا في مستشفى الصدر، واشتغلنا كمان في مساكن الجلاء. شارع سعد الشربيني كان يعني انطلاقه ثانيه ان احنا نعمل حدث كبير ونحافظ عليه، مش بس بقى نعمل حاجه ونستنى يومين ثلاثه وان هي رجعت زي الاول. لا، احنا بنعمل حاجات طبعا بالتعاون مع المحافظه ومع حي شرق، ان احنا هنخلي المكان ده مكان ان شاء الله، وهنسعى لده بكل اللي في ايدينا يعني، وان شاء الله هنوصل له باذن الله ان هو يكون مكان سياحي. الناس تيجي المنصوره عشان يزوروا المكان ده ويشوفوا الحاجات الكويسه اللي فيه. طيب حمله احنا هنبنيها هتوصل ايه للشباب؟ لان انا ملاحظ ان معظم اللي مشتركين شباب، فهتدعوا شباب تقول لهم ان هم يشتركوا معاكم من نظافه البلد، وهتدعوا المواطنين ازاي ان انتوا بعد ما بتتعبوا وتنظفوا الشوارع او المناطق ازاي ان هم يحافظوا عليها. هو حمله احنا هنبنيها مش بس شباب بس، هي الفكره ان هم الشباب اكتر ناس موجوده، لان هم تقريبا يعني بيقضوا وقت يعني بيكون وقت فراغهم كبير، لكن احنا معانا ناس كتير مسؤولين، ومعانا ناس كتير كبار، ووالدي وقد والدتي. الناس دي كلها بتكون موجوده معانا، لكن هم بيشاركوا بحاجات ثانيه، باليات بقى، او بيشاركوا بحاجات ثانيه. لكن هو فعلا اكثر الناس اللي موجوده معانا الشباب، على اساس ان احنا هم دول الطاقه وهم دول النشاط يعني. كنت بتقول لي هنعمل ايه الفتره اللي جايه يعني؟ بتدعوا المواطنين لايه بعد ما بتتعبوا؟ بندعو المواطنين بقى ان شاء الله ان هم يعني بس سيبنا نكمل النموذج، خلينا نكمل لغايه ما نخلص خالص. وطبعا يا ريت تشارك معانا، اكيد نفسنا نشارك، كلنا تشارك معانا في حاجات كتير، احنا محتاجين لسه حاجات، لكن لو مش تقدر تشارك اتفرج يعني، ما تخربش بس.